تصف وكالة النوفستي الروسية الجيش السوري بأنه الجيش ال16 ترتيبا في العالم. القوات البرية هي الأضخم عددا، 100,000 عسكري عامل زائد 300,000 احتياطي. من حيث التسليح 4,800 دبابة صوفيتية الصنع، النصف منها فقط عالي الكفاءة، إضافة إلى 3,400 قطعة مدفعية. الفرقة الرابعة مستقلة عن الجيش، يقودها حاليا ماهر الأسد شقيق الرئيس، وكانت قبل ذلك تسمى سرايا الدفاع، وكان يقودها رفعة الأسد عم الرئيس بشار الأسد قبل حلها وإعادة تشكيلها، إضافة إلى الحرس الجمهوري وتعداد أفراده بعشرات الآلاف. يوجد اعتقاد بأن الأمن السوري يستعين بالشبيحة لتفريق المظاهرات. الشبيحة ملثمون مسلحون يقابلهم البلطجية في بعض البلدان. القوات الجوية السورية 584 طائرة حربية، عدد قليل منها فقط عالي الكفاءة، و700 منصة إطلاق صواريخ أرض جو. تتمتع سوريا بقوة صاروخية لا يستهان بها. أما البحرية ففي صفوفها 7,600 فرد. لسوريا نزاعات أو مطالب ترابية مع بعض جيرانها. هضبة الجولان تحتلها إسرائيل منذ عام 67، وهي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا عن تل أبيب. سياسة سوريا لا تطبيع ولا صلح مع إسرائيل ولا حرب لاستعادة الجولان إلى حد الآن. خلاف ترابي آخر مع تركيا على الإسكندرون. وقبل الانتهاء من هذه اللمحة العسكرية نشير إلى تبني الجيش السوري إنشاء تشكيلات برية خفيفة الحركة قادرة على خوض حرب عصابات في وجه جيوش نظامية كلاسيكية. الآن نظرة على الجانب الأمني المخابراتي. الأجهزة التالية تابعة للجيش: إدارة المخابرات الجوية، شعبة المخابرات العسكرية، الأمن العسكري. وللداخلية أجهزة تتبعها: إدارة الأمن العام، أمن الدولة، إدارة الأمن السياسي والشرطة. وتتهم هذه الأجهزة من منظمات وشخصيات حقوقية محلية ودولية بأنها تمارس التعذيب والاختطاف وتضيق على ناشط الإنترنت وحقوق الإنسان وبعض الكتاب والصحفيين.